السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وألف صحة وسلامة. ضربة البداية للدوري المصري، الأهلي بيتعادل مع مودرن سبورت، بيتعثر في الأسبوع الأول. الأهلي مش الوحيد اللي تعثر، بيراميدز كذلك تعادل برضه مع وادي دجلة. هنتكلم في الفيديو ده عن الأهلي، ماتش الأهلي ومودرن بالأخص، وممكن نبقى نعمل برضه فيديو تاني نتكلم فيه عن بعض الماتشات كده في الدور الأول، ملامح كده وانطباع أول كده عن باقي الفرق بإذن الله. طيب نخش على طول. الأهلي بدأ المباراة بالتشكيل الآتي: مصطفى شوبير حارس مرمى، هاني باك يمين، شكري باك شمال، ياسر إبراهيم وياسين مرعي قلبين دفاع، أحمد رضا في النص قدامه بالرمضان وقفشة، ثلاثي أمامي زيزو وشريف تريزيجيه. تغييرات الأهلي نقولها بسرعة ونفصلها بعد كده وإحنا بنحلل. قفشة طلع نزل مكانه طاهر، كريم فؤاد نزل مكان شكري. توالت بعد كده التغييرات في الشوط: اشرف بن شرقي نزل مكان تريزيجيه، جراديشار مكان شريف، واحمد نبيل كوكا مكان احمد رضا. طيب، يمكن التشكيل اختلف بسيط عن التشكيل اللي كنت متوقعه قبل كده. كنت عملت فيديو عن معسكر الاهلي توقعت فيه التشكيل بتاع الموسم اللي هيبدا ممكن اغلب الماتشات. الاختلافات البسيطه بس: ياسين مرعي بدل احمد رمضان بيكم. يمكن انا كنت شايف في بيكهام ان هو هيبدا وياخد وقت كتير، ولسه الموسم طويل طبعا عشان يكون تحضير له انه ممكن يكون قائد دفاعي مستقبلي للاهلي بعد رحيل ياسر ابراهيم، لان ياسر كبير في السن. بس ياسين مرعي بصراحه لعب واجاد في ماتش مودرن سبورت بشكل قوي جدا. والله لو ياسين مرعي كمل بالشكل ده، فبالنسبه لي انا مش مختلف تماما على ان هو يبدا حتى على حساب بيكهام، ويكون كمان ممكن بعد كام سنه تستفيد بيه ويبقى متطور اكتر، ويكون فعلا قائد دفاع للنادي الاهلي بشكل كويس. لعيب كويس، الكرة تحت رجله بتطلع منه بشكل كويس، ما بيلعبش كرات طويلة، دفاعيا كان كويس، قدر ان هو يجيب جون. شخصية الاهلي باينة فيه ان هو حريص ان هو يرجع في النتيجة ويكسب، فدي كلها مزايا. فشابوه بصراحة لياسين مرعي في اول ماتش رسمي ليه مع النادي الاهلي، اداء كويس جدا، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما شاء الله ربنا يبارك ان شاء الله يستمر. التغييره الثانيه ان انا كنت متوقع ديانج في وسط الملعب بدل احمد رضا، وانا مش عارف بصراحه ديانج ما بداش ليه. يعني هل في اصابه، حاجه حصلت وهو بيسخن؟ انا كنت شايفه بيسخن عادي قبل الماتش وقاعد على الدكه. طب ليه ديانج ما بداش؟ مش عارف. هل متصاب؟ طب لو متصاب واخده معاك في القائمه ليه؟ ممكن تشركه. طب ما اشركتوش ليه بقى مكان ما دخلته كوكا في الاخر مثلا لو هو مصاب وانت مثلا ممكن تلعبه حاجه بسيطه في الاخر؟ هنتكلم في النقطه دي بالتفصيل، في كام سؤال كده هيطرح لريبيرو واحنا ماشيين. غير كده التشكيل كان نفس التشكيل اللي اظن اغلب الناس كانت متوقعه. طيب ندخل الاهلي في بدايه المباراه، وطول الماتش بصراحه الاهلي بيحاول ان هو يطلع بالكره من على الارض، بيحاولش يلعب كرات طويله. بيستغل مصطفى شوبير ان هو معاه، بيبدا يباصي على الارض مع الاثنين المساكين، اكتر اثنين تقريبا كان معاهم الكره ياسر ابراهيم وياسين مرعي. وياسر وياسين بيحاولوا ان هم يلاقوا اوبشن باس على الارض. كرات طويله كانت قليله جدا. الاهلي كان بيحاول يطلع على الارض. مودرن سبورت في بدايه المباراه كان نازل بيحاول يضغط. كابتن مجدي عبد العاطي من المدربين اللي محسوبين على الدوري المصري ان هو مدرب بيهاجم، بيلعب كره هجوميه، بمعنى ان هو مش هيركن ورا لو بلوك طول الماتش، هو هيحاول يضغط عليك ويحاول يقطع الكره في المنطقه الاماميه، ربما يعمل خطوره. وفي اول دقيقه او دقيقه ونص بالفعل مودرن سبورت قطع كوره. هاني كان بيرجع كوره لمصطفى شوبير، شوبير بصراحه صلحها لنفسه حلو قوي بدماغه، يعني عملها بدماغه وصلحها لنفسه، حطها لاحمد رضا. احمد رضا عمل حاجه كويسه، انه كان واخد قرار قبل الكره ما تجيله ان هو هيعمل ايه، باصه فيرست تايم. الحاجه الوحشه ان هو باصه الكره فيرست تايم للاعب مودرن سبورت، قطعها. بس بعد كده بصراحه بكام دقيقه الاهلي قدر يقنع ان هو هيعرف يطلع من غير ما الكره تقطع منه. يعني دي اتقطعت، بعد كده قعدنا كام دقيقه الاهلي ما بتتقطعش منه الكره بسهوله وهو بيطلع، وهنقول ده ليه. بعد كده كابتن مجدي عبد العاطي شاف ان لا، انا قطعت الكره مره بس مش هعرف اقطعها تاني، والاهلي ما بيطفش، ما بيلعبش كرات طويله، وده اكبر كابتن مجدي عبد العاطي ان هو يرجع بمدافعينه ويلعب لو بلوك. لان كل شويه الكره بتطلع ومدافعينك او مهاجمينك اللي بيضغطوا قدام بيضربوا سبرنت عشان يرجعوا، عشان يغطوا مع المدافعين. فبالتالي بدا اصلا لما يفقد الكره يرجع لو بلوك، فبالتالي استحوذ الاهلي على المباراه، وانتهى موضوع الضغط العالي بتاع مودرن سبورت بدري شويه لحد الاهلي ما جاب الجون بتاعه في الشوط الثاني. طيب الاهلي ازاي قدر ينجح ان هو يوصل للثلث الامامي مع الضغط، مع فكره انك ما بتلاقيش بن رمضان بسهوله؟
الاجابه كانت احمد سيد زيزو، والحقيقه ان الاجابه لحاجات كتير قوي في الماتش ده هي احمد سيد زيزو. زيزو في الماتش ده قال لك هو ليه الراجل ده ممكن يكون بياخد 100 مليون، ما اعرفش بقى حقيقي بياخد كام يعني، بس زيزو بيبرر الرقم اللي هو بياخده. الفكره ان احمد سيد زيزو كان بادي وينج يمين، بيدخل في عمق الملعب. زيزو لاعب خطير، وهو بيتحرك معاه لعيبه مودرن سبورت. زيزو بيتحرك، فطبيعي مودرن سبورت هيتحرك معاه، فبيتحرك لاعب او اتنين من لعيبه مودرن سبورت مع تحرك زيزو، بيسيب الوينج يدخل للعمق او يحاول ينزل عشان يفتح نفسه كاوبشن تمرير لياسر ابراهيم المساك اللي ناحيته، فبيتحرك لعيبه مودرن سبورت معاه، فبتساب مساحه. المساحه دي المفروض بيستغلها محمد هاني. المشكله الاساسيه طول ال 45 دقيقه ان محمد هاني ما بيعملش حاجه بالمساحه دي. هتقول لي ما انا بشوف لاعب من مودرن سبورت واقف قصاده، طب ارفع كره عرضيه يا اخي، حتى لو خبطت في لعيب مودرن سبورت وطلعت اوت مش مشكله، مره هتخبط فيه، مره العرضيه هتعدي، مره هتخبط تطلع كورنر، مره تحاول ترقص تاخد فاول، مره تحاول ترقص تاخد اوت، تاخد ركنيه. الجونين الاهلي الهدفين من ضربات ثابته، فلو انت جيت ترفع خبطت راحت كورنر مثلا، دي حاجه كويسه مش وحشه. محمد هاني مصر لما بياخد الكوره ان هو يدور على اوبشن باس على الارض، مع ان انت وصلت لحته ممكن ترفع منها، انت بدات تكون في التلت الهجومي بتاع مودرن، تقدر تحاول ترفع كره لشريف جوه ال 18. لكن لا، هاني بياخد الكره بيقف يدور على اوبشن باس. يا ابني ما احنا مفضيين المساحه واتحركنا عشان نفضي لك انت، فليه مستني حد يجي لك هنا؟ ما احنا مفضيين لك الحته دي. في مره حصل حاجه، ودي اللي انا يعني ده هيبقى سؤال ثلاثي، هيبقى سؤال لمحمد هاني وشريف وريبيرو الثلاثه مع بعض. حصلت كرة فكرتني بكرة في ماتش بورتو عملها وسام ابو علي، ان لما زيزو اتحرك كرة راحت لهاني، محمد شريف هو اللي اتطرف سنه وراح عند خط ال 18 الجانبي كده، وخد الكرة من محمد هاني، خد باص، ده الباص الحلو الوحيد تقريبا اللي محمد هاني عمله بيستغل بيه المساحة اللي هو كان فيها. ادى الكرة لمحمد شريف، محمد شريف كان هيرفع او هياخد الكرة وممكن يعمل كرة على الارض عرضية، بس طلعت منه حد من مودرن سبورت تقريبا طلعها كورنر. الكرة دي شبه الكرة اللي جاب بيها زيزو بيلن في ماتش بورتو، حسين الشحات كان وينج نزل لورا، وسام خد مكانه عند حدود خط ال 18، خد الكرة من حسين وسام عمل بالعرض، زيزو دخل خد بيلن. هل ريبيرو بيلعب على دي؟ هل ريبيرو قايل لمحمد هاني ما ترفعش شريف هيجي لك؟ لان لو هو قايل له كده يبقى هنا في غلط عند محمد شريف، لان انت كذا مرة ما اتحركتش التحرك ده. بس انا ما اظنش، انا اظن ان ريبيرو هو بيفضي مساحه، ظن انا الشخصي، ومعتمد بعد كده على بعض من الارتجال ربما باللعيبه، هو مش هيقول لك تعمل ايه انت بالظبط. بس دي ان ايه الباك المصري، انك لما تلاقي الكره قرب الخط او بدات تيجي في حته ممكن يترفع منها، بتروح معلي الكره على طول اوفر، ادي واحده عرضيه، دور على شريف جوه ال 18 او تريزيجيه على القايم الثاني وترفع زي ما زيزو رفع مره لتريزيجيه في الماتش الودي. زيزو بقى لما كان بيروح عند الخط برضه، لما كان بيرجع تاني للخط كان بيفرق، يا يحاول يعمل كره عرضيه، يا ياخد فاول، ياخد كورنر. انا كنت متوقع من هاني يعمل ده، لا هاني واقف ما بيعملش حاجه. دي مشكلتي مع الاهلي في الشوط الاول. فالاهلي كذا مره بيوصل لمرحله انك بتروح التلت الهجومي عن طريق المساحه اللي بتفضى عند زيزو. بنعمل ايه بقى فيها؟ ولا حاجه. طيب زيزو كان هو مصدر الخطوره في الشوط الاول حتى من غير ما الكره تجيله، بمعنى كره ثانيه زيزو في الكره دي المفروض ان زيزو يعني هو بيلعب وينج، لو هيلعب وينج يمين، لو هنتكلم ان ده شريف وادي، او ده شريف اهو وادي زيزو على يمينه، او خلينا اجيبها العكس عشان يبقى من حضرتك، ادي شريف وادي زيزو. زيزو بيتحرك على الخط، اتحرك يعني ايه على الخط، فادي لما يتحرك على الخط هو هيطلع لبره، بقى في مساحه كبيره بين شريف وبين زيزو، المساحه دي المفروض يملاها واحد من لعيبه الاهلي. ولما زيزو هيتحرك يطلع على الخط برضه لعيبه مودرن بتطلع وراه، ما هو لعيب خطير. احد الكرات اللي حط نفسه في المساحه دي هو محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان في ناس بتقول لك الماتش بتاعه مش حلو، مش قد ماتش بورتو، مش زي ماتش بورتو، ماشي مش زي ماتش بورتو، بس هو عمل ماتش بيوضح فيه ان هو اوبشن كويس جدا في خط النص برضه،
واقول لك كذا لقطه لمحمد علي بن رمضان. دي اولها محمد علي بن رمضان حط نفسه كاوبشن باس حلو، الكره دي كانت مع ياسر ابراهيم وهو قلب دفاعه بيحاول يدور على باص. لا هنا دي بقى النقطه اللي كنت بقولها لك، ان لعيبه خط نص الاهلي مطالبه ان هي تتحرك وتحط نفسها في حته تستلم. ياسر ابراهيم لقى بن رمضان عند حدود خط ال 18 في الحته كده كخط عرض بين شريف وزيزو، اداله الكره. بن رمضان كان وراه لعيب من مودرن. عمل ايه بن رمضان بقى؟ استلم ولف باللعيب، استلام بترن اللي اتكلمنا عليه ان اللعيب خط النص يعمله. استلم بن رمضان ولف باللعيب بتاع مودرن سبورت وعمل كره عرضيه على الارض، بس طلع ابو جبل مسكها. وساعتها حتى المعلق محمد عفيفي قال لك ده اللي هو تقريبا اول حاجه نشوف، يعني اول ايه حاجه نشوف فيها ابو جبل او حاجه بالمعنى ده. فهنا في شبه خطوره برضه. نتيجه ايه؟ نتيجه ان زيزو اتحرك، اتفتحت مساحه بينه وبين شريف، راح بن رمضان ملاها، حط نفسه في اوبشن باس حلو وخد الباصه من ياسر ابراهيم اللي صبر وما عملش باص بدري. فده كويس. ودي كانت فيها كره فيها ملمح خطوره، استغليت فيها ان ياسر ابراهيم ما بقاش بيستعجل في باص ولا كره طويله، استغليت فيها ان زيزو الناس بتروح معاه كل ما بيتحرك، استغليت ان معاك لاعب خط نص عالي حط نفسه في حته حلوه ولف بالمدافع. كره ثانيه لبن رمضان كويسه في الشوط الاول، وهنا هنقوم على قفشه بقى. استلم بن رمضان كره قرب السنتر، دايره السنتر، قفشه جنبه لازق فيه. بعدين قفشه بدا يتحرك يجري بعيد شويه عشان يفتح نفس، يعني يفتح نفسه كزاويه التمرير. فاللعيب بتاع مودرن سبورت هيلاقي بن رمضان واقف، فدخل يضغط عليه. بن رمضان عمل ايه؟ لم الواد وجري عادي جدا. وبعد كده اظن بصار لتريزيجيه. اللقطه الثالثه الحلوه لبن رمضان في الشوط الثاني هي لقطه الهيد بتاعته اللي جت في العرض. لعيب بيكمل جوه ال 18 في مساحه حلوه جدا، واخد كره عرضيه وبيعمل هيد كويس في العرض. فانا مش هقول لك انه ماتش بورتو وما عملش ار2 زي ماتش بورتو، بس عمل ماتش حلو. عمل ماتش، انا شايف ان هو عمل ماتش يعني كويس. يعني لا هو فارق عن لعيبه ثانيه يعني تخيل ماتش زي ده السنه اللي فاتت كنت هتلعب بكرم توفيق، هيعمل اللي انا بقول عليه الثلاث لقطات اللي عملهم بن رمضان اللي احنا قلنا عليهم دول. هل اكرم توفيق هيعملهم؟ الاجابه لا. لو كان كره هيد بن رمضان دي جت جون كنا احنا هنقول ان هو عمل ماتش عالمي. فانا مش هقول لك انه عمل ماتش بورتو، طبعا اقل، بس عمل ماتش مرضي، عمل ماتش مش سيء. لا عمل ماتش يعني، لا يعني كان بيتحرك كان قادر ان هو يكون حل في بعض الكرات. طيب هل في طريقه تانية او حاجه تانية الاهلي حاول يعملها في الشوط الاول؟ في بعض الاحيان الاهلي كان بيروح على تريزيجيه فاتح ناحيه الشمال، بياخد الكره بيدخل لجوه. في مره قدر يدخل لجوه، عمل شوطه، الفرصه تعتبر الاخطر للاهلي في الشوط الاول في الدقيقه 42 او 43 في الحدود دي. بعدها بدقيقتين تقريبا، يعني في الدقيقه 44 تقريبا، في كوره تريزيجيه لما لقى ان الكوره ما بتطلعش بقى كتير، وبدا بقى موضوع ان زيزو تروح الكوره عند هاني الكوره بتقف، تريزيجيه بذات نفسه نزل قرب دايره السنتر عشان ياخد الكوره. نزل تريزيجيه واتحرك بالعرض لحد وصل ناحيه اليمين. الكوره دي اظن راحت لزيزو، خد منها فاول او كورنر برده بعد كده. حاجه كمان في الشوط الاول متعلقه باحمد سيد زيزو، وهو برده بيسيب الجناح يدخل للعمق، بس وهو معاه الكوره. في كوره احمد سيد زيزو كان معاه الكوره، ساب الجناح ودخل في العمق بيجري بالعرض قدام ال 18 وحاول يشوط، يعني فكر ان هو يشوط، وكان بيعدل رجله الشمال على اساس ان هو يشوط، بس رجع في قراره وقال لك الكره هتخبط، فعمل كانه كده، عمل كانها تاويشه. وبعد كده كمل جري وراح مدي الكره لشكري، بس بصاها في ظهر شكري ما كانش ملنك معاه، وكان عامل ماتش مش حلو. شكري واضح انه كان قلقان، اول ماتش رسمي مع النادي الاهلي. مش عايز اظلمه، بس عايز اقول له ان ياسين مرعي اللي بيلعب جنبك اول ماتش رسمي مع النادي الاهلي برضه ما كانش قلقان نفس القلق ده. فانا عشان كده كنت متوقع من شكري ان هو يبقى احسن من كده. الكره اللي زيزو خدها ودخل بيها لجوه دي انا عايز اتكلم عليها بقى في حاجه، اللي بصاها في ظهر شكري. لما زيزو ياخد الكوره، وده ممكن يحصل كتير، ويبدا يدخل لجوه، لازم لعيب من الاهلي يظهر لزيزو اوبشن يعمل 1 2. يعني انت بتجري، تخيل معايا هو بيجري على حدود ال 18 بالعرض، لازم واحد يظهر له، زيزو يديله، ويبدا زيزو يحاول يدخل لجوه، واللعيب ده يدي لزيزو 2 او يديها لواحد تاني. الشخص ده حاجه من حاجتين، يا محمد شريف
او جراديشار الاوقع ان هو يعمل ده، بس يمكن انا كنت متوقع شريف هو اللي يبدا، لان شريف بصراحه كان ماشي في الماتشات الودي بشكل كويس. بس مع الوقت جراديشار ممكن يعمل دي حلوه قوي. وليه بقى جراديشار كمان؟ لان جراديشار كمهاجم لما هينزل خطوتين ويقف كده قصاد زيزو، تخيل زيزو بيجري كده بعرض ال 18، جراديشار هينزل يقف، يعني جراديشار هيبقى قريب كده من جوه ال 18، هينزل يقف قصاده. زيزو يلعب، جراديشار يلعب له في المساحه اللي كان فيها جراديشار. ليه؟ لان المدافع اللي ماسك جراديشار هيطلع ورا جراديشار، وجراديشار بيعرف يحط المدافع في ظهره ويلعب التو لزيزو. فتخيل معايا اللقطه دي، انت وانت بتجري بالعرض كده عند ال 18، انت مش بتجري عايز تشوط وخلاص، والله لو عرفت تشوط حلو كويس، بس قدام لو بلوك زي اللي كان موجود، قرار زيزو كان صح ان هو يتراجع عن التصويب. ما انا هشوط هتخبط في حد، طب اخترق ازاي؟ لازم واحد يسيب مكانه ويطلع لي كاوبشن اعمل معاه 1 2، واخد انا كزيزو مكانه ويتعمل 1 2 ويروح الراجل. الحل التاني اللعيب اللي كان المفروض يعمل كده، وللاسف اللعيب ده خذلني بصراحه. هو مش خذلني، يعني احنا كنا متوقعين، بس انا كنت اظن ان اللعيب ده هياخد الفرصه دي على اساس ان دي اخر فرصه ليه ان هو فعلا يصالح الجمهور. هو قفشه كان ممكن يبقى هو اللعيب، لان بالرمضان في الغالب بيحاول يروح جنب شريف، يقف جنب شريف ياخد معاه مدافعين. قفشه هو اللعيب اللي كان ممكن يحاول يظهر لزيزو، وهو قفشه بيعرف يظهر للعيبه، بيعرف يظهر للعيبه كاوبشن باص، يظهر لزيزو ويحاول ياخد منه الكره ويعمل باص سريع. بس قفشه ما كانش بيظهر في الثلث الاخير كويس، ولما كانت بتجيله الكره قراراته اغلبها كانت بتبقى غلط للاسف. انا كنت متوقع، انا ما شفتش ماتش امبي لان هو ما اتذاعش، لكن يقال ان قفشه كان عامل مباراه كويسه جدا. والماتش الثاني الودي قفشه كان مبشر نوعا ما في ان قراراته في الثلث الامامي هتبقى سريعه وكويسه، بس انا ما شفتش ده في مباراه مودرن سبورت. قفشه قراراته كان اغلبها غلط وكان فيها بطء، كنت محتاج رتم اسرع، باص على طول من وان تايم لا. في احيان في كره خبط فيها تقريبا في تريزيجيه، تقريبا هما الاثنين خبطوا في بعض. فلا، قفشه للاسف ما اقنعش، ودي هتبقى مشكله ان انت يبقى عندك بديل. قفشه كان لازم مهم انه يقنع عشان يغطي المكان ده لحد امام عاشور ما يرجع. حل ازاي ريبيرو موضوع قفشه؟ ريبيرو كده كده انا مش قادر اقول لك ان ريبيرو كوتش شاطر انه قفش موضوع قفشه، لان كل اللي بيتفرج قفشنا. في الشوط الثاني طلع قفشه، نزل طاهر يلعب وينج ودخل زيزو في قلب الملعب. فبدل ما كان زيزو بقى في الطرف وبيدخل لجوه علشان ويسيب مساحه، لا هو بقى في القلب، وبقى بيظهر بقى من الاول كاوبشن باس لياسر ابراهيمي ووسيم مرعي. لو سالتني انا شخصيا، ودي حاجه بقى يعني في ناس ممكن تختلف معايا فيها، طاهر لعيب كويس مجتهد، بس انا رايي الشخصي ان اللي شفناه من طاهر الموسم اللي فات ده اعلى حاجه في طاهر، ده البيك، ده اعلى حاجه ممكن يقدمها. انا كنت عايز محمد عبد الله. محمد عبد الله لعيب صغير اشول. في كرة في الشوط الثاني طاهر بقى مش زيزو مع احترامي، طاهر في كرة في الشوط الثاني جري كده من ناحية الشمال، دخل لجوه زي ما كان زيزو بيدخل، وصل لحد ناحية الشمال بتاعة الاهلي، ولا واحد من مودرن سبورت معبره، محدش جري وراه، مفيش مساحة فضيت. انا اسف، انت مش زيزو، مش هجري وراك. انا كنت عايز محمد عبد الله بقى هو يبقى اللعيب ده اللي هو بيجري يدخل لجوه محدش مهتم بيه. ليه؟ لانه اشول، فلو دخل لجوه خطوتين ومعاك كوره وقدرت ان انت تديله الكرة وهو لعيب اشول، ممكن يشوط، ما هي على رجله، على عدلته. هتقول لي صغير هيشوط بره الكلام ده كله، هقول لك لعيب صغير في السن، اديله. انا مش عارف، انا حاسس ان فكره التمسك بطاهر وحسين، انا حاسس ان هم مش هياخدوا وقت كتير ويفيدوا كتير مع النادي الاهلي. هم حلول كويسه، مش هقدر اقول لك ان هي حلول وحشه، بس احنا يعني انا شايف انها فرصه ان الولد الصغير ده يدخل. انت ما طلعتوش للهافر، سواء بقى الوكيل بتاعه اللي كان عايز يطلعه، اللاعب نفسه كان عايز يطلع، لو انت مش هتستخدمه ما كنت سبته يحترف وخدت فيه اي فلوس وخلاص. وانا بصراحه مش مع انك تعيده بقى لزد او سيراميكا او اي حد من كده، لا هو يتساب عندك يلعب، يحاول ياخد دقايق، ومع مرور المواسم الدقايق بتاعته تكتر فيبقى حل معاك. ده لما هيدخل لجوه الملعب هيبقى كويس للنشوه. طاهر
حاول يدخل لجوه الملعب ما قضفش، طاهر ما قضفش حاجه لما نزل. لا حد بيجري معاه من لعيبه مودرن فيسيب مساحه لهاني، ولا هو نفسه لما بيدخل بيعمل حاجه، مع احترامي. بس انت اضطريت تعمل التغييره بتاعت خروج قفشه، لان ما انت هتعمل ايه؟ يا تدخل زيزو 8 يا تدخل تريزيجيه 8، واحد من الاثنين دول هيدخل 8. انا لو منك ومعيش محمد عبد الله، انا كنت هدخل تريزيجيه 8 وانزل اشرف بن شرقي من بدايه الشوط الثاني في ناحيه الشمال. هو عمل تغييره ثانيه كويسه، انه طلع شكري ما كانش شايف بصراحه في الماتش، ونزل كريم فؤاد اللي انا شايف انه عمل حركه كويسه في ناحيه الشمال. انا نفسي بقى كريم فؤاد وهو نازل كان عامل كده، كان بيعمل كده. انا قلت ده بيدعي يبقى نازل مكان محمد هاني، وبيدعي انه ما يتصابش. يا رب ما تصابش، ما انت تطلع محمد هاني ده ريسك. تطلع محمد هاني مع اكرم توفيق فكرنا نحطه مكانه رباط صليبي مرتين يعني، كريم فؤاد مرتين اصابه. انك تحط هاني على الدكه ده ريسك اكبر من انك تحط محمد الشناوي على الدكه. انا ليه كنت عايز كريم لعيب حركي هجومي اكتر، ممكن يروح واحد ضد واحد يحاول يرقص في المساحه اللي كانت بتفضى، بس المساحه ما كانتش هتفضى قوي لان زيزو نفسه خلاص دخل في العمق اصلا بقى 8. فانا ما عنديش مشكله ان كريم ينزل مكان شكري ما كانش شايف. بس هو السؤال لو كوكا عندك، انا كان تصوري ان احمد نبيل كوكا ما كانش مركز في التمرينات اكيد الفتره اللي فاتت بسبب موضوع انتقاله لتركيا والكلام ده، بس انت نزلته مكان احمد رضا على حساب ديانج. طب لو كوكا كويس وفت وقادر ينزل ما نزلتوش هو مكان شكري ليه؟ ده سؤال تاني لريبيرو. فتغييرات الاهلي فيها كلام يعني انا مع كريم فؤاد لعيب كويس كل حاجه، بس ما انت عندك كوكا وعلى عدلته، وانت نفسك استغلته قبل كده في الحته دي. برضو انا شايف انك كنت دخل تريزيجيه 8 وحط بن شرقي. نزل جراديشار مكان شريف، قلت بس جراديشار هينزل هيلعب بظهره مع مدافعين، هنشوف بقى جراديشار ممكن يساعد حد يديله 1 2 يوديه على الجون، لكن للاسف ده ما حصلش. جراديشار كان اغلب الوقت بيلعب وشه على الجون، عايز يجيب جون. انت ممكن تحس بجراديشار وتقول ما حقه برضه، لكن في النهايه هو ميزته للاسف انه ما يجيبش جوان، فللاسف نزول جراديشار ما عملش حاجه. طب ايجابيات الاهلي ايه في المباراه؟ نمره واحد الكرات الثابته. من ساعه اصابه علي معلول مفيش واحد يرفع كوره ثابته عدله. اخيرا جالنا لاعب، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا ابني، لزيزو بسم الله ما شاء الله يا زيزو ربنا يبارك لك، اخيرا جالك لاعب يخلي الكرات الثابته لها قيمه. احمد سيد زيزو برفع كورتين، الناس اللي كانت بتسال انا عايز اشوف اللاعب ب 420 مليون هيعمل ايه، بسم الله الرحمن الرحيم 2 اسيست. ما شاء الله يا ابني ربنا يبارك فيك. ليه؟ كرات ثابته. دور ريبيرو بقى ايه هنا؟ دور ريبيرو ان هو يعمل تاكتكس في الركنيات بقى، اللي هو ياسر يتحرك على قايم القريب فيسيب ياسين على البعيد فزيزو يلعبها، حاجات كده تسهل على اللعيبه ان هي تجيب جوان. ده دور ريبيرو، ان انت بقى معاك واحد بيعرف دلوقتي يدي لك الكره العرضيه في المكان اللي انت عايزه. ما شاء الله ربنا يبارك. فدي ايجابيه. ايجابيه تانية ومحتاجين يعني نشرحها شويه معلش. انا فاهم ان بعض الناس ممكن تلوم مصطفى شوبير وكريم فؤاد في كره الجون الاول بتاع مودرن سبورت، والجون الاول بتاع مودرن سبورت حصل ايه؟ خلينا الاول نتكلم في الشوط الثاني كاحداث. الاهلي جاب جون من ركنيه زيزو رفعها لاحمد رضا، بعد كده بدا مودرن سبورت يطلع يحاول يضغط تاني، ما انا مغلوب بقى. ففي ظل الضغط قدر مودرن سبورت يغلط دفاع الاهلي. كريم مصطفى شوبير كان بيطلع بكره تحت ضغط، باصها على الارض كريم حاول يباصي بسرعه باصه وهو بيتزحلق، وفي التحام بينه وبين اللاعب اللي هو ارنولد ايبا اظن اللي هو النجيل. كره راحت لمودرن سبورت، راحت لحسام حسن، جون. انا راضي في حاجتين في الجون ده ومعلش استحملني. اول حاجه ان الاهلي حاول يطلع الارض. ليه؟ ما كان مصطفى شوبير ضربها واحده طويله وخلاص احنا كسبانين؟ لا، طالما انت ما كانش عاجبك اللي بيعمله كولر السنه اللي فاتت، يبقى خلينا نتكلم بالعقل ونستحمل الاخطاء اللي ممكن تحصل لما الاهلي يطلع بالكره من على الارض حتى لو جت جون. النهارده الاهلي غلط، بكره مش هيغلط، وانا بقول لك
ما تبقاش ميزه مصطفى شوبير انه بيحط الكره على الارض وبيباصي على الارض والاهلي بيحاول يطلع بالكره على الارض واحنا مش عاجبنا وعايزين نضرب الطويله. ولما كولر كان بيضرب الطويله الموسم اللي فات احنا مش عاجبنا عايزين على الارض. ايه بقى؟ فده تمن احنا دفعناه في اول ماتش في الدوري، انا فاهم، بس ده تمن مقبول، انا هقبله. لو هيؤدي بالاخر لثقه واللعيبه تطلع بالكره على الارض في الاخر وتطلع صح بدون الاخطاء، ما عنديش مشكله ادفع الثمن ده في اول ماتش في الدوري. الحاجه الثانيه اللي انا راضي بيها، ومعلش هخرج شويه عن التكتكس انا اسف، لو كان الكره بتاعت الجون اتحسبت فاول كان الناس هتطلع تقول لك التحكيم ونادي البلد ونادي الايه والاتحاد بيحب الاهلي واتحاد الكوره يعني والقصه دي كلها. الكره اتحسبت جون، لا اتحسبت فاول، لا اتحسبت اوفسايد، ولا اتحسبت اي حاجه، اسمع حد بيقول ان الاهلي بقى بيتحكم له. من الاخر انا راضي بسبب الحته دي بس، اللي هو ابقى نسمع بقى حد يقول الاهلي بيتحكم. طيب بعد الجون التعادل الاهلي بدا يضغط تاني، مودرن سبورت بدا يتراجع برضو تاني، بس مودرن سبورت انا احيي بصراحه كابتن مجدي عبد العاطي، مدرب محترم على فكره. ومعلش انا هلوم على ريبيرو في حاجه بقى، عيب، وفي حاجه هنتكلم عنها في الفيديو برضو ان شاء الله التاني، عيب لما الناديين في مصر، مش يعني انا اسف يعني، بس نادي الاتحاد السكندري ونادي مودرن سبورت مش اعلى حاجه قوي، عيب لما الناديين دول يبقوا مجهزين حاجه يعملوها في الضربه الركنيه والاهلي ما يبقاش مجهز. الكره الجون الثاني بتاع مودرن سبورت علي الفيل لوحده، ممكن تكون غلطه من شوبير انه ما مسكش الناس، ما شاورش على علي الفيل ان حد يمسكه يمكن، بس هي اللي حصل ان علي الفيل في البدايه كان جنبيه محمد علي بن رمضان، لما جري رزق اللي هو المساك، اللي حصل في الجون ايه؟ ان هما اتنين مساكين، رزق وعلي الفيل، رزق جري على الايمن القريب فجري معاه بن رمضان ساب علي الفيل، الكره اصلا ملعوبه لعلي الفيل من الاول. الدليل على كده ايه؟ ان رزق ما نطش، رزق عارف ان الكره مش هتجيله، واول ما الكره ما بدات تعدي من عليه بص على علي الفيل وراه. انا عارف ان ممكن اكون بهبد، بس ممكن يكون ده تكتيك، ممكن يكون دي حاجه صغيره هم متفقين عليها ان هم يعملوها. فلو هي كده، لو هو تكتيك، شابوه الكابتن مجدي عبد العاطي ان انت مجهز حاجه تعملها في الضربه الركنيه، لو مش تكتيك يا سيدي الحظ خدمك. حاجه تانية هقول له فيها شابوه، مجدي عبد العاطي كان بيلعب ب3 لعيبه تحت مهاجم اللي هو الافريقي الانجليزي ده، وبيلعب تحتهم ب3، اللاعب النيجيري اللي على فكره عنده يعني مجهود بدني جبار في المباراه، وهلال ومسعد. هلال ومسعد كانوا اضعف شويه من اللاعب النيجيري في العوده للخلف، وفي نفس الوقت هجوميا ما كانوش واضحين. عمل ايه؟ طلعهم الاثنين. لاعب من اللي نزل مكانهم تقريبا اول او تاني لمسه الاسيست اللي اداه لحسام حسن كره الجون، تغيير فعال بعدها بحاجه بسيطه جدا، نزل لاعب بعدها بحاجه بسيطه عمل اسيست جون، لانه نزل لعيبه. هو كان فكرته ايه؟ ان اللعيبه اللي بتلعب تحت مهاجم هي اللي هتروح تجيب جون، المهاجم الافريقي الاولاني ده دبابه هيلعب محطه يودي اللعيبه على الجون. غير الفكره، خلى اللعيبه اللي تحت حسام حسن هي اللي تحاول تستلم وتحاول تودي الكره لحسام. انا عارف ان الكره اتقطعت تحول، بس هما كان ممكن يلعبوا لحسام وحسام يستلم تحت، لا، هي الكره اتلعبت بالعرض وحسام فتح نفسه كاوبشن باس، اللعيب اداها له اسيست جون. ومش هلوم مصطفى شوبير على الجونين ان هو يصدهم، لان انا شايف ان هم صعبين. اقول لك على حاجه، الشناوي لو واقف مش كانش هيصدهم برضه. الحاجه بس اللوم اللي ممكن الومه على مصطفى شوبير، ربما في كره الكورنر كان المفروض ياكد ان في حد ماسك الراجل، يعني كان ممكن يشوف ان بن رمضان كان واقف مع 2 مساكين، وممكن يكون كان في حد تاني واقف وانا اللي ما خدتش بالي، بس عارف فيل اتساب، يعني هو بن رمضان جري مع رزق، محدش كان مع عارف فيل، هي دي المشكله، طلع خد الكره لوحده. بعد كده الاهلي ضغط، الاهلي استحوذ، والاهم من ضغط الاهلي ان الاهلي ما ارتبكش وما عادش يعمل كرات طويله، لا، هنطلع برضو على الارض، ياسر ابراهيم ياسين مرعي ياخدوا الكره نزق لقدام وندور على اوبشن باس. جاب فاول، زيزو رفع، ياسين مرعي رفع، بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، وبسم الله ما شاء الله على ياسين مرعي، دخل براسه دب جون. في كره عجبتني قرب نهايه الماتش، في التقريب في الوقت بدل الضايع، يعني قرب النهايه
كانت كرة اوفسايد او فاول ورا، ياسر ابراهيم بيلعب الكرة وبيرجع خطوتين عشان يلعب كرة طويلة، طلع له مصطفى شوبير من ورا، اللي هو بيفكروا ايه، لا احنا ما بنلعبش كده خلاص. ياسر بص لمصطفى كده وراح لعب له على الارض، شوبير لعب لياسين وطلعنا بالارض، طلعنا بقى على الارض بقى كلنا. فانا مش متضايق من فكره ان انت غلطت غلطه جت فيك جون اتقطعت منك، انا متضايق ان ريبيرو في التلت الامامي كنت متوقع تاكتكس اكتر من كده. انا كنت متوقع ان انت تقول لمحمد هاني يعمل ايه، او لو شريف بيتحرك التحرك اللي انت قلت عليه ده كنت متوقع ان انت تنبهه اكتر. انت شايف من البدايه انهم ما بيتحركوش، ان هو يروح مكان زيزو مثلا، فكان لازم في الشوط الاول تبدا تقول لشريف انت ما بتروحش ليه. متوقع لما زيزو يدخل لجوه يقطم بالكره لعيب يعمل معاه 1 2 حاجات زي كده. بس انا مش ضد فكره انك تطلع بالكره من على الارض، عجبتني وعجبني الاصرار حتى مع الغلط. معلش بعد كده هتظبط. فالتجربه الاولى هي مش وحشه في حته الخروج بالكره، مش وحشه في حته انك اطمنت على بعض اللعيبه. بدايه زيزو مع الاهلي ما شاء الله كويسه جدا، بدايه ياسين مرعي ما شاء الله كويسه جدا، بدايه بن رمضان بالنسبه لي انا مرضيه. للاسف في لعيبه ما اطمنتش عليها، قفشه، شكري منتظر ان انت ايا كان القلق اللي عندك ده يروح. محمد شريف مش هقدر الومه قوي، انا حاسس ان شريف هو يعني كان منتظر ان تجيله فرص وما جاتلوش. بس يعني مستنيين نشوف الفتره الجايه الدنيا هتمشي ازاي. توقعي لتشكيل الاهلي مثلا في الماتش اللي جاي، لو ديانج سليم هيلعب، احمد رضا على فكره ما كانش وحش قوي، احمد رضا دفاعيا كان كويس، هجوميا جاب جون، بس في حاجه هجوميا عنده ما عجبتنيش. يعني احمد رضا في يعني بعض اللمسات في الباص، هو ممكن يكون عنده فكره باصه حلوه بس تنفيذها غلط، دي حاجه. الحاجه الثانيه في كره في الشوط الاول كده كانت يعني راجعه، واحمد رضا عنده ميزه بصراحه، ودي كانت مشكله كوكا لما نزل. احمد رضا بيظهر كتير قوي في الملعب، انت كل شويه احمد رضا كان لابس 8، كل شويه شايف التيشيرت 8 8 8 8 في كل حته، موجود ورا كتير، موجود قدام بيكمل في ظهر الناس اللي بتهاجم. في كرة كانت راجعه كده هو استلمها غلط، يعني هو تحس ان هو ايه عايز يستلم ويشوط، راح مستلمها عليت شويه منه في استلامها غلط. بس هو كان ظاهر كتير قوي. نزل كوكا اختفاء للاعب المصري، انا ما شفتش كوكا مسام نازل. يعني احمد رضا كان بيظهر على الاقل انت شايفه كتير في الملعب، كوكا بقى مختفي ساعه ما نزل. طب فين ديانج؟ اكيد في حاجه، اكيد في معلومه مش عندي ان هو مصاب او حاجه، بس تعال نشوف. لو ديانج سليم يبدا الماتش الجاي، مش عارف تعمل ايه في موضوع قفشه. يعني انا مش قادر اقول لك قفشه يبدا، بس في نفس الوقت مش يعني انا رايي جرب موضوع تريزيجيه وبن شرقي، جرب تلعب تريزيجيه 8 وبن شرقي وينج. هحاول اثق في شكري، يعني هنثق في شكري ونحاول نديله الماتش الجاي. ياسين يبدا طبعا، ياسر مش قادر اقول لك قعد محمد هاني هيبدا غصب عننا. بس انا لو يعني قلبي ميت ومش مهتم بقى باصابه كريم فؤاد، هبدا بكريم فؤاد باك يمين بصراحه. شوبير يبدا حارس مرمى زي ما هو. انا شايف ان ندي ثقه لشوبير ويكمل. انا مش شايف ان هو كان وحش اوفرول في الماتش، مش شايف ان هو كان وحش، حتى لو غلط في حاجات تعدي. الشناوي غلط اكتر من كده وعدينا له. انا مش قصدي ان الشناوي وحش ولا شوبير وحش، يا سيدي الاثنين حلوين، بس شوبير هو الحارس المستقبلي، لازم نبص للمستقبل شويه. بص انا متوقع ان الماتش يعني الجاي خلينا نبدا شويه في فكره ان جراديشار يلعب وتحاول بقى تعمل وانتوهات. يعني خلينا ندي جراديشار بدل شريف الماتش الجاي، مش لان شريف وحش بس لان مساحات الضيقه قوي دي محتاجه جراديشار. زيزو هيلعب وينج يمين، بن شرقي شمال، تريزيجيه 8 مع بن رمضان، وراهم ديانج لو سليم، لو مش سليم خلاص هنبدا باحمد رضا. مباراه كانت مرضيه نوعا ما لاحمد رضا برضو، وفيك شيء لله يا ابني. يعني احمد رضا من احد الحاجات اللي خلت المباراه مرضيه اكتر الجون، زي ماتش بيراميدز بتاع الموسم اللي فات، نزل عمل ماتش سيء جدا لكن جاب جون في اخر لحظه في الماتش، نسى الناس اللي حصل. مش عايزين نروح ان الماتش كان وحش، مش عايزين نروح ان خروج بالكره على الارض وحش، مش عايزين نروح لا، خروج بالكره على الارض هو شكل حاجه كويسه، اديها وقتها. معلش الغلطه دي لازم نستحملها علشان ما تشوفش منظر زي منظر الاهلي الموسم اللي فات. اللي انا بطلبه بس من ريبيرو شويه شغل في الكرات الثابته في الركنيات، تاكتكس اللعيبه،
وفي التلت الامامي قول للباك اليمين يعمل ايه لو هاني، يعني لو نزلت كريم فؤاد على فكره هو كريم هيرتجل مع نفسه بقول لك يعني. ولو انت عايز المهاجم يتطرف سنه مكان زيزو، نبه بعد 10 دقايق بعد ربع ساعه شايف ده ما بيحصلش لازم تتكلم. ولاعب يكون موجود في، لو جراديشار انا رايي يعني يكون موجود بحيث انه يتحرك بره ال 18. لو لاعب ماشي بالعرض قدام اللو بلوك اللي موجود، جراديشار يعمل 1 2 مع اللعيب ده يحاول يوصله في المساحه اللي هتتخلق من تحرك جراديشار نفسه. فبالتالي تقدر تستفيد بالقصه دي. دي شويه حاجات. هي يا سيدي انا بقترح حاجه، لو عندك حاجه تانية كاليبير، طبعا انت كاليبير اكيد عندك، لو عندك حاجه تانية اعملها، بس انا عايز اشوف حاجه في التلت الامامي فيها رتم سريع وتوصل لعيب للاهلي، يا كره عرضيه يا 1 2. انا اقترحت عليك حاجتين تعملهم، تلعب كريم فؤاد باك يمين وهو هيرتجل وهيرفع كرات عرضيه من مكانه، وتلعب جراديشار. شريف مش وحش بس خلينا نجرب الاوبشن ده، تلعب جراديشار وتحاول تخليه يعمل 1 2 مع لعيب من اللعيبه اللي تحتيه، وتلعب بالتشكيل ده، وان شاء الله الاهلي يوفق في الماتش الجاي. هي بدايه فيها عيوب بس في نفس الوقت فيها مزايا، عايزين نمسك في المزايا ونبني عليها. عادي ده ماتش اول في الدوري، في 77 فريق في الدوري الموسم ده تقريبا، فيعني فبالتالي لو اتعادلت ماتش وبيراميدز اصلا احد منافسينك اتعادل فعادي مش مشكله، بس قصادها انت بتطلع بالكره على الارض. انت شكلك في بناء الهجمه ما كانش سيء، بس في الثلث الامامي في شويه بس حاجات محتاج ريبيرو يشتغل عليها. شابول لكابتن مجدي عبد العاطي بصراحه. ولو يا سيدي موضوع الكره الركنيه ده بالحظ، فالحظ خدمك، راجل اجتهد برضو. فمباراه في المجمل انا شايفها كانت كويسه. الاهلي تعثر في حاجات كنا عايزينها افضل بس مش مشكله. وكويس ان انا اتكلمت تاني يوم الماتش، ان يوم الماتش نفسه اظن ان الناس كلها كانت، انا نفسي كنت عصبت جدا، كان ممكن اكون اكثر عصبيه من كده. بس ان شاء الله المباراه تبقى يعني الاهلي ما يتعثرش تاني بالشكل ده، ويقدر يبني على الماتش ده على الايجابيات، ويقدر ان هو يعمل حاجه في المباراه القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا.